السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين يا رب. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في لاشين ديالنا أسرة. اليوم إن شاء الله جبت لكم غسات تاع تكربابين ولا العصبان على طريقتي، طريقة جد سهلة وبسيطة وبزاف بنينة في متناول الجميع. سمحوا لي على لافوا راني غريبي. بون كاينه حاجه قبل ما تبداو في لاغوسيت لازم تكوني درتي ديجا المرقه طيب. دونك حتى المرقه تاعك طيب بويسكو من بعد تحتاجيها باش طمي واسمو باش طمي لي زانغريديون هكذا. نجوزو مباشره لطريقه التحضير. دونك في قصعه ندير شويه بصل مرابي، يكون مرابي رقيق، معدنوس كيف يكون اشي نقطعو صغير. عندي حبيبة ولا زوج حبيبات طماطيش مرابيين. بون لا كونتيتي كل وحدة وكيفاش على حسب افراد العائلة. عندي توم مرابية، لي زيبيس كل وحدة وحسب الذوق تاعها. انا راني دايره شويه فلفل عكري، شويه فلفل اسود، عندي شويه راس الحانوت مع شويه كركم. راني دايره توبويسك صحي بلا ما نساو الملح. السميد راني دايره 2 كيلات، السميد العادي اللي نديرو به الكسره. دونك اول حاجه نديرو الزيت. انا راني دايره شويه زيت زيتون مع زيت سونغو. نبدا نبسس ونلم في المكونات كيما راكم تشوفوا بالعقل حتى يندمجوا كامل مليح. دخلهم كامل. الزيت دو بريفيرونس ديروا كميه كبيره بويسك لو كما ديروش كونتيتي يجيكم ناشف ويابس. دونك يلفو ميو ديروا بشويه بزياده. دونك واش يبقى لنا نجيبو شويه من المرقه اللي طيبناها ونطمو بها باش من بعد ما يجيناش ناشف وبليس يجينا بنين. نبدا نشكل في لي بولات تاوعي. بون الحجم كل وحده وكيفاش تحبهم. انا تاوعي درتهم موين، ما هم صغار ما هم كبار. انا كيلت بهداك لو بول اتيليزيت زوج، دونك درت 2 كيلات. والله يبارك جاوني بزاف لي بولات. جيست كمليهم حطيهم يفورو. لهنا راني نصور غير بيد وحده بصح معليش. دونك حطيهم يفورو ما ياخدوش بزاف وقت في الطياب. دونك شويه برك ويفورو لك. اذا كانت عندك كونتيتي كبيره ديري لا بروميير كوش قسم ما يرفد الكسكاس تاعك، ديريهم يفورو جيست يدخلهم طياب. زيدي حطي لا دوزيام كوش من فوق هكذا وغطيهم دي بريفيرونس تغطيهم باش يدخلهم طياب بيان كوم يلفو. لو فات تشوفيهم فارو كما قلت لكم ما يطولوش بزاف وكل كسكاس وطيابه. جيست تشوفيهم فارو روحي فيغيفي المرقه ديالك بويسكاني دايرتهم يفورو فوق المرقه. عندك لو شوا تقدري ديريهم في قدره واحده اخرى ماشي اللي طيبتي فيها المرقه. انا جو بريفير هكا. فيغيفي المرقه ديالك بيان سيغ. الكورجات هي اخر حاجه نحطوها طيب. حطيتها طابت شويه كلكو مينوت. موراها رميت تكربابين تاوعي حطيتهم يطيبوا ويدو شويه البنه. بون انا المرقه ما نحبهاش تكون شرور وجاريه، خليتها عقدت شويه. نحبها كي تكون هكا خاتره. وبصحتكم هذه هي وصفه التكربابين. ان شاء الله تكون عجبتكم وما نكونش طولت عليكم. اللي راهي انتريسي بالطريقه اللي حضرت بها المرقه جيست خلي لي ان كومونتير. لا بروشين فوا ان شاء الله نوريكم طريقه التحضير. نشوفوا كيف النتيجه النهائيه في طبق التقديم. والله بنا ولا اروع، بنا هايله. نتمنى كامل تجربوا الوصفه، ماكمش رايحين تندموا عليها. وبصحتكم.